خيانة حسام حسن في منتخب مصر على يد 3 نجوم. رغم الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم وتاريخه الطويل كلاعب ومدرب، إلا أن مشواره الحالي مع الفراعنة لم يخلو من الهجوم والانتقادات حتى من أقرب المقربين إليه الذين شاركوه من قبل إنجازات تاريخية بقميص المنتخب، أولهم رضا عبد العال لاعب الأهلي والزمالك السابق. يواصل انتقاداته المستمرة للجهاز الفني بقيادة حسام حسن، مؤكدا أن التوأم لا يستحقان قيادة المنتخب الوطني في ظل ما وصفه بوجود سلبيات وأخطاء واضحة في الأداء الفني وخطط المباريات. اللافت أن رضا عبد العال كان في السابق من أبرز الداعمين لحسام حسن، إلا أن تصريحاته الأخيرة عكست موقفا أكثر حدة ما اعتبره البعض خيانة لعلاقة قوية جمعت الطرفين. الأمر لم يتوقف عند رضا عبد العال بل امتد إلى أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، الذي ألمح أكثر من مرة إلى أنه العميد الحقيقي للكرة المصرية، في إشارة إلى اللقب الذي ارتبط تاريخيا بحسام حسن. ورغم محاولات التخفيف من واقع هذه التصريحات، إلا أنها تقرأ في سياق منافسة غير معلنة عن الإرث التاريخي ومكانة العمادة داخل الكرة المصرية. أما عصام الحضري الحارس التاريخي للفراعنة فقد دخل هو الآخر على خط الخلاف، بعدما اعتبر البعض يحاول تصفية حسابات شخصية مع حسام حسن، خاصة عقب استبعاده من الجهاز الفني لحراسة المرمى، مفضلا الاستعانة بسعفان الصغير. مواقف الحضري الأخيرة وتصريحاته المتكررة على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت بوضوح وجود توتر بين الطرفين، وأثار مقطع فيديو متداول لأحمد حسن وهو يعلن نفسه العميد الأصلي جدلا واسعا في الأوساط الكروية، حيث اعتبر البعض استكمالا لمسلسل التصعيد ضد حسام حسن، بينما رأى آخرون أن الأمر لا يعد كأنه مجرد مناوشات إعلامية. وبين الانتقادات والاتهامات يبقى حسام حسن مطالبا بالتركيز داخل المستطيل الأخضر لإثبات قدرته على قيادة المنتخب إلى المونديال، بعيدا عن الأزمات الشخصية وصراعات الألقاب.